النهارده هقول لك ليه الدايت اللي انت بتفكر تعمله هيفشل تماما، حتى لو مشيت على احسن نظام، رحت احسن جيم، او حتى اتمرنت مع احسن مدرب. خليني اوضح لك الموضوع بمثال بسيط. في نوعين من سباقات الجري موجودين في العالم، سباق السبرنت وسباق الماراثون. سباق السبرنت هو سباق قصير، العداء فيه بيجري 100 متر او 200 متر او حتى 400 متر، ده اقصى حاجه. عشان خاطر العداء يكسب لازم يكون اسرع واحد، والسباق ده بيعتمد على القوه والسرعه، وان العداء يخرج اقصى طاقه عنده في اقل وقت ممكن عشان يكون اسرع واحد ويخلص الاول. كان عارفين سباق الماراثون مسافته قد ايه؟ سباق الماراثون حوالي 42 كيلو متر، وفي كمان سباقات الالترا ماراثون بيكون مسافتها اعلى من كده واكتر من كده. تخيلوا معايا لو جبنا بطل العالم في السبرنت وخليناه يجري ماراثون بدماغ السبرنتر، هل ترى هيكسب؟ اللي متفقين عليه وهو ان السبرنتر هيكون متصدر السباق لحد اول 400 متر، وبعد كده هيكون خلاص خلص اللي عنده وهيريح ومش هيقدر يكمل. وهو ده السبب اللي بيخليك كل مره بتبدا فيها دايت بترجع تفشل او مش بتقدر تكمل حتى لو حققت نجاحات في الاول، لان رحله التحول والترانسفورميشن اللي انت بتحلم بيها هي ماراثون، وانت كل مره بتدخلها بدماغ السبرنتر. طب يا ترى الحل ايه؟ هقول لك دلوقتي الحل في خطوات بسيطه تقدر تطبقها من النهارده، وهنبدا نفكر مع بعض بدماغ الماراثونر مش السبرنت. اول حاجه ماراثون الترانسفورميشن اللي انت عايز تعمله ده سباق نفس طويل، ما تفكرش ان انت عايز تخلصه بسرعه، انت محتاج تفكر ازاي تحافظ على طاقتك وتنظم افكارك وتنظم نفسك لحد ما توصل لاخره. وعشان كده لما بتيجي تدور على دايت ما تدورش على اسرع دايت يخسسك 5 كيلو في الاسبوع، انت كده بتجري سبرنت وماراثون، لكن دور على الدايت اللي يخسسك بشكل مستمر وكونسيستنت، الدايت اللي ممكن يخسسك نص كيلو الكيلو في الاسبوع، لكن يفضل مستمر اسبوع ورا اسبوع، ما يبهدلكش معدل حرقك ولا يضعف جسمك فتيجي في النص لنفسك مش قادر. وعشان كده لما تيجي تدور على نظام دايت تمشي عليه ما تدورش على اسرع نظام دايت او احسن نظام دايت او اكتر نظام ساعد صاحبك او زميلتك ان هم يخسوا، دور على اكتر نظام يريحك. فمثلا لو الصيام المتقطع مناسب ليومك وبتحس ان انت نشيط فيه ومناسب لاوقات شغلك وحياتك قوي قوي، ده نظام مناسب ليك اعمله. لكن لو لا، ما تجبرش نفسك عليه عشان انت سمعت ان هو بيخسس احسن او بيخسس بسرعه او هو نظام صحي اكتر. ثالث خطوه وهي انك تكون مدرك ان في فرق جوهري ما بين الماراثون والسبرنت غير المسافه وغير الطاقه، وهي ان في السبرنت انت متوقع ان سرعتك هتكون في اعلى معدلاتها لحد ما تخلص، لكن في الماراثون الموضوع مش كده خالص، ملوش سرعه واحده، انت بتطلع شويه وبتنزل شويه، وممكن في اوقات كتير تقف تريح شويه وترجع تكمل تاني، وده مش غلط، اهم حاجه ان انت تخلص للاخر. وعشان كده رحله الترانسفورميشن بتاعتك محتاج تكون متوقع ان في اوقات هتيجي عليك وهتقع وقعات، ممكن تكون وقعات صغيره ممكن تكون وقعات كبيره، وهيجي عليك اوقات ارادتك هتخونك، وهيجي عليك اوقات هتبقى بتعمل اللي عليك وممكن ما تلاقيش النتيجه اللي انت عايزها، تدخل مثلا في بلاتو، ودي حاجه مقبوله جدا مع اي حد ماشي في الرحله دي. كتير منكم اللي بيجري بمنطق السبرنتر بيجي عند النقط دي ويقف، حين كل اللي محتاج تعمله هو انك تكمل. تنظيم توقعاتك هو من اهم الخطوات اللي انت محتاج تعملها قبل ما تبدا رحلتك مع الترانسفورميشن عشان في النهايه تقدر تكملها لاخر. الخطوه الرابعه واللي هنستفيد فيها من فرق جوهري ما بين السبرنت والماراثون، وهي ان في السبرنت احنا بننافس بعض، لكن في الماراثون كل واحد بيجري رحلته هو. على العكس في الماراثون احنا ممكن نكون بنجري مع اصحابنا، بنشجع بعض، لو تعبنا بنزق بعض، بنريح مع بعض، في الاخر كلنا بنوصل. وعشان كده لما هتفكر كماراثونر انا عايزك تدور على الناس اللي حواليك اللي ممكن يكونوا بيجروا نفس الرحله وعايزين يروحوا لنفس الاهداف، واجروا مع بعض وكملوا الرحله دي مع بعض، عشان في النهايه كلكم هتوصلوا ان شاء الله مع بعض. بعد كل اللي قلته ده وانت لسه عايز تكمل بدماغ السبرنتر، اكيد انت حر، كمل براحتك وارجع عيد من الاول تاني، لكن احنا بنمشي بدماغ الماراثونرز عشان عارفين ان رحلتنا دي رحله نفس طويل، وكل الكوميونتي بتاعنا كل البرامج اللي بنعملها بنصممها على اساس انت توصل للاخر وانت مرتاح ومبسوط.